السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بصوا تنظيف للمكنسة، هنرجعها قوة الشفط بتاعتها زي ما تكون جديدة بالظبط. انا كنت المكنسة بتاعتي شفطها بقى ضعيف جدا، وبقيت اقول هي ايه اللي جرالها، وانضف فيها وانفض برضو الكيس. يعني مش هقول لكم مثلا كنت بسيب الكيس مليان، لحد لما في مره كده كنت قاعده على التليفون وشفت الباشمهندس محمد عبد الصمد والنصايح بتاعته، طبعا انا متبعاها في كل الاجهزه الكهربائيه. فلقيته بيتكلم في حوار المكنسه، فشدني بقى الموضوع. لقيت ان المكنسه دي يعني تقريبا هي اهم تنظيفه هي بتكون بتاعتها، هي بتبقى مرهقه شويه، ولكن في الاخر بتبقى يعني النتيجه ممتازه وملحوظه جدا جدا. فهو كان ربنا يا رب يبارك في عمره يا رب ويبارك له في اولاده، كان عمل التنظيف للمكنسة وشرحه في بوست يعني مفصل، وقال على كل اجزاء المكنسة والحاجات اللي هي الداخلية بتاعتها. فقلت ان انا اعمله، وهو الحمد لله يعني ان شاء الله هيطلعهولي على الصفحة بتاعته كنوع من الدعم ويعني وتشجيع الناس اللي هي زي حالاتي كده المبتدئة دي. فربنا يبارك في عمره يا رب، وجزاه الله كل خير على كل خير بيعمله في الظاهر وفي الباطن. اللهم امين يا رب، يبارك له في اولاده. فان شاء الله ربنا يا رب يبارك له، وشكرا لكل متابعين الباشمهندس عبد الصمد. بصوا يا جماعه، هو الفلتر اهم حاجه والكيس. طبعا الكيس ده لو طول ما هو مليان او فيه تراب بيخلي الموتور طبعا يسخن زياده، ويبقى قوه شفط الغساله قصدي المكنسه، اسفه، ضعيفة. فلازم ان احنا نمسكه وننضفه كويس جدا، ودي طريقة يعني سهلة جدا في تنظيفه، ان انتي بيبقى في ايدك بخاخ، لان هو طبعا التراب اللي بيبقى فيه بيبقى ناعم جدا. فلو انتي عملتيه كده من غير ما ترشي عليه شوية مية، هتلاقي التراب ده يعني استنشقتيه وملى المكان حواليكي. انا متعمدة ان انا اعمله قدامكم بدون قط، يعني علشان تشوفوا ان الرخامة ما نزلش عليها تراب، ما اتبهدلتش، ما حصلش اي مشاكل. بصوا يا جماعة بينزل كل اللي فيه، وبقولك تلحقي كده برشة مية على الخفيف طبعا، بالبخاخ. طب ما هو الكيس هيتبل، ما احنا كده كده دلوقتي هنمسك الكيس ده بقى نحوله لفواحة دلوقتي. بس خلينا واحدة واحدة كده. مسكت بصوا نزلت منه كمية تراب قد ايه، وهنا كنت بوريكم بصوا حتى لو في تراب طلع فهو حاجة لا تذكر. خلاص كده فضيته بقى وربطت الكيس ده ورميته. وهنا بقى هنجيب بقى ميه نظيفه ونفضل بقى ننزل في التراب الناعم قوي اللي هو مالي الانسجه بتاعه الكيس. الكيس مش مجرد ان انتي نفضتيه كده فهو نضف، لا خالص. ده الكيس ده يعني معمول فيه كده، يعني القماشه بتاعته فيها مسامات ضيقه، بتبقى معششه تراب، تبقى مليانه تراب من جوه. انا مستخدمه ميه دافيه كده عشان اغسله بيها. بصوا من جوه بيبقى ملزق تراب ووبر، حاجات كتير جدا جدا. بسيبه منقوع كده شوية لما ينزل كل التراب او التراب اللي فيه كله يحل منه، وبفضل بقى اغسله كده مرة واتنين وتلاتة لحد لما هتشوفوا دلوقتي المية بتاعته تبقى رايقة وزي الفل. كده انتي يعني كنسك هيبقى متعة بالنسبة لك، لما تيجي تكنسي هتحسي بمتعة وانتي بتكنسي، طول ما الفلتر نضيف والكيس طبعا اهم حاجة. بدأت بقى طبعا تنظيف الجزء الخارجي للمكنسة، ده سهل جدا وكده كده اكيد كلنا بنعمله. يعني ما تسيبيش المكنسة بتاعتك لمجرد ان هي اسمها مكنسة كهربائية وبتكنس تراب، ان هي الجسم الخارجي بتاعها يبقى متبهدل كده ومليان تراب من الاطراف ومن الجوانب ومن ورا العجل والكلام ده كله. ببخاخ برضو، البخاخ ده برضو للعلم هو فيه شوية مية ونقطتين يعني مسحوق اللي هو بتاع الاطباق خفيف قوي، وشوية كلور، لا اكتر ولا اقل. ومش مضر الكلور، بالعكس ده هو بينظف وبيخلي الحاجة نظيفة وزي الفل. هرش بقى كده كله. كده ضمننا بقى ان جسم المكنسة كله بقى نظيف مفيش اي تراب فيه. ونيجي بقى هنا على الفلتر اللي هو بيبقى ما بين الموتور وما بين كيس التراب. الفلتر ده برضو من الحاجات اللي بتطلع ريحة مش مستحبة، لو هو مليان تراب بتملى البيت تراب كده وتبقى خانقاه. وكمان انت بقى ممكن تغسليه غسلة كويسة وترشي عليه معطر، او نقطتين زيت عطري كده عليه، وتركبيه بعدها. بيخلي البيت بقى مع الشفط والهواء الساخن اللي بيبقى طالع من المكنسة بيعمل ريحة حلوة جدا جدا في البيت. فاحنا بناخده بس يبقى اهم حاجة، بس هو عشان القماشة بتاعته كده زي الفل كده او زي الفايبر، فما تشديش منها او ما تنسليش منها التراب كده او الوبر، لا. انتي تاخديه تحت الحنفية كويس وتشطفيه، او زي ما انا بعمل كده في قلب الكيس حطيت شوية بقى اوكسي او مثلا يعني اي مسحوق انتي بتستخدميه. يفضل طبعا مسحوق جل لان ريحته بتكون اقوى.
وبنفضل برضو نغسله مرة واتنين وتلاتة، والفلتر كذلك، لحد لما المية دي تبقى بيضة تاني زي الفل. هنا بقى القطعة دي بصوا هوريكم بقى فيها مسامير قد ايه سهلة الفك. هم أربع مسامير، بس أنا عندي مسمارين طبعا للأسف يعني كانوا مصديين، ومش عارفة السبب، لأن أنا كنت القطعة دي بتاعت مكنسة قديمة. القطعة اللي هي المشط بتاع المكنسة دي كان بتاع مكنسة قديمة جدا كانت عندي، لأن مشط المكنسة دي اتكسر. فبحاول كده ان انا افتح الاربع مسامير اللي انا بعرف افتحهم، وببدأ اطلع اي وبر بيكون وراهم، لان بصوا المسمارين دول مصديين. لكن انت لو عندك المسامير دي بتتفتح فافتحيها بقى، وهتتفاجئي من الوبر اللي هتلاقيه وراها. عارفين الوبر بتاع السجاد بيبقى ملزق كله جنب بعضه وعامل زي طبقة كبيرة جدا ورا الجزء الستانلس ده او المعدن ده. فانا بحاول على قد ما اقدر بفك الاربع مسامير دول، بوسع كده مكان اطلع من وراهم، وامسك بقى عصايه الشيش طاووق او مثلا اي حاجه رفيعه معاكي كده، وتبداي ان انت تنضفي فيها. نيجي بقى للخرطوم والماسوره، باخدهم كده على الحوض او على البانيو. طبعا الجسم الخارجي كده كده غسله سهل، وما بيبقاش مؤثر في نظافه المكنسه، هو شكلا بيكون حاجه مريحه نفسيا ان المكنسه تكون نظيفه من بره، لكن بالنسبه لقوه الشفط هو كلها معتمده على الاجزاء الداخليه. هنا كده بفضل ادخل ميه جوه الخرطوم كده زي ما انتم شايفين، وافضل بقى يعني ارج يمين وشمال لحد لما ينزل كل الميه دي، والميه بتاعته تبدا تبقى رايقه، يعني زي ما بنعمل برضو في الكيس. اهم حاجه ان الميه بتاعته تروق تماما. بصوا بينزل بقى ايه، فتافيت وتراب، حاجات بتبقى مركنه طبعا في الايه في التنايات بتاعه الخرطوم. فانا كده بصوا غسلته خليته زي الفل، وبدعك بقى الاجزاء اللي هي اللي مطرح اليد، مطرح ما بنبقى اللي هي بتاعت قفلة المكنسة، وخلاص على كده. باخد بقى كل الاجزاء دي، بتأكد كويس جدا ان هي هتنشف كويس قبل ما اركبها في المكنسة. وزي ما قلت لكم الفلتر ده تحطي عليه زيت عطري هيقلب لك ريحة البيت، وهيبقى ريحته حلوة جدا. وكل الحاجات دي اول ما تنشف هركبها بقى جوه المكنسة. يا رب اكون افدتكم النهارده ولو بجزء بسيط. اتمنى تشيروا الفيديو وتشتركوا في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامة.